السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب ارحب بكم في قناتي، فلو اول مرة بتشوفيني خدي لك لفة في القناة. اتمنى يا رب ان هي تعجبك، ولو عجبتك ما تبخليش عليا باللايك والكومنت الحلو منك والاشتراك في القناة. النهارده ان شاء الله جايه لكم بوصفة جديدة من مطبخي، اتمنى يا رب ان هي تعجبكم. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الوصفة بتاعتنا. النهارده ان شاء الله هعمل مع حضراتكم وصفة الطعمية البيتي بطريقة سهلة جدا جدا. يعني انا متأكدة انك لو جربتيها عمرك ما هتشتري الطعمية دي من بره تاني، لان بنص كيلو فول هتعمل معاكي كمية محترمة جدا جدا، والنتيجه بتاعتها مضمونه. شايفين ما شاء الله اللون والهشاشه والطعم بصراحه يعني جميل جدا جدا. يعني الحاجه في البيت انضف مليون مره من انك تشتريها من بره، بصرف النظر عن التوفير وبصرف النظر عن الطعم. كفايه بس انك ضامنه النظافه، وكفايه انك ضامنه انك حاجه عاملاها في البيت ومتاكده من نظافتها. فما شاء الله النتيجه يعني هي باينه قدام حضرتك كده. فيلا بينا بقى بسرعه كده نشوف المقادير والمكونات بتاعتنا. انا عندي هنا نص كيلو من الفول المفصص، انا نقعاه ليله كامله، يعني تنقعيه اقل حاجه 6 ساعات. انا نقعاه ليله كامله، يعني نقعته من بالليل وبدات ان انا اشتغل فيه الصبح. ولما قمت الصبح غسلته كويس جدا وشطفته بالميه كذا مره، وبعدين سبته في مصفى كده يصفي الميه بتاعته. عندي هنا ربطه من الكرات، انا ببقى محتفظه بيها في الفريزر كده. بجيب الكرات وبغسله وبنشفه كويس وبعدين اقطعه وعينه في الاكياس في الفريزر. انت مثلا ما عندكيش كرات ممكن تستعملي خضره عادي جدا، ممكن تستعملي البصل الاخضر. وعندي هنا بقى بصلايه وسط، وعندي 10 فصوص من الثوم. دي كل المكونات بتاعتنا. شايفين المكونات بسيطه جدا جدا. هنبدأ بقى نجيب الكبة بتاعتنا. طبعا بقى انت لو حضرتك عندك كبة كبيرة، يعني تروحي جايبه واخده المكونات دي كلها على بعضها كده وحطها في قلب الكبه مره واحده. ما عندكيش طبعا انت بتبداي، انا الكبه اللي عندي صغيره، ببدا ان انا اضيف مثلا كميه بكميه كده زي ما حضراتكم شايفين. يعني هبدا ان انا اعملها مع حضراتكم واحده واحده. انا ممكن مثلا هاجي في وقت كده هسرع الفيديو، بس ما حبيتش ان انا احذف في المقطع وانا يعني بعملها وكده، بحيث ان الطريقه كلها تكون قدام حضراتكم. فانا الكبه اللي عندي هنا كبه صغيره، بدات ان انا بضيف فيها شويه كده من الفول المفصص، على ربع من البصلايه، على كام فص من الثوم، على شويه من الكرات، وابدا ان انا اضربهم في الكبه مع بعضهم كده واحده واحده. لحد ما اخلص كل الكميه. يعني ما شاء الله النص كيلو اللي معايا عملت فيه 4 مرات في الكبه. طبعا بقى احنا بنضيف وبنفضل ان احنا نضرب كده ونقلبه كل شويه من وقت للتاني، بحيث ان لو فيه فصوص من الثوم، في مثلا فول مفصص فوق، في مثلا قطع كرات زي ما حضراتكم شايفين كده، يبدا ان كله ينزل تحت ويندمج مع بعضه. انت مثلا الكبه بتاعتك مش الموتور بتاعها مش جامد قوي، ممكن مثلا انك تضيفي يا دوبك معلقه او 2 من الميه. انا عايزه اقول لكم ان انا النص كيلو ده عملته من غير ولا نقطه ميه، يعني والله العظيم بجد فعلا فعلا ضفتش عليه اي ميه خالص. طبعا بقى كميه الكرات او كميه الخضره دي بتكون على حسب رغبتك انت. يعني في ناس مثلا تحب الطعميه لونها فاتح، في ناس تحب مثلا الطعميه يكون لونها اخضر شويه. لا انا مثلا بحبه في الوسط كده. شايفين ما شاء الله اللون بتاعها ده جميل جدا، ولما تتقلي في الزيت وكده بيطلع برضو يعني شكلها بصراحة جميل. فانا بحب درجة اللون دي. فانت مثلا ممكن تضيفي مثلا ربطة كرات. ما عندكش مثلا الكرات ده ممكن تضيفي خضرة. متوفر مثلا عندك بصل اخضر، بتاخدي مثلا البصل الاخضر بالعروق بتاعته، اللي هي العروق الخضراء اللي بتبقى شبه الكرات دي. يعني انت كل البدائل عندك متاحه، ده بيكون على حسب رغبتك. بس انا عايزه اقولك ان نتيجه الطعميه بالكرات بتكون يعني في حته تانية خالص، اختلاف بصراحه عن الخضره والكلام ده. بس الخضره والبصل الاخضر ما فيهمش اي مشكله، بس بالكرات بصراحه بتكون النتيجه مضمونه جدا جدا. انت مثلا لو مش متوفر عندك الكرات، انا زي ما بعمل كده بروح جايبه الكرات وامسكه اغسله كويس جدا وانشفه كويس، واقطعه عادي قطع زي ما حضراتكم شايفين كده، وابدا ان انا اعينه في اكياس في قلب الفريزر. اما باجي بعمل الطعميه بطلع الجزء اللي انا هعمله وابدا ان انا افرمه، يعني ده بيسهل عليا جدا. بفضل ان انا مثلا عارفه ان انا دايما هعمل الطعميه البيتي دي، فبحب ان انا الكرات كل ما يقرب يخلص ابدا ان انا اجيب تاني وعينه، صدقني ما بيجرالوش اي حاجه في قلب الفريزر. هبدا بقى اضرب كل الكميه اللي عندي كده واحده واحده. عايزه اقول لكم انا ما ضفتش ميه خالص. انت طبعا بقى عندك الموتور بتاعك ضعيف شويه، او الكبه مثلا مش هتمشي، ممكن مثلا تضيفي معلقه او 2 ميه. يعني يا ريت ما نكترش الميه في الطعميه، لان زي ما حضراتكم عارفين الميه هتبدا ان هي الطعميه هتفك مننا في الميه وكده. ما عندك مثلا ما عندكيش مثلا كبه وعايزه تعمليها في الخلاط، ما فيش اي مشكله، هتضيفي برده شويه ميه. بس هتبداي بقى انك بعد ما تضربيها في الخلاط ابداي مثلا حطيها في مصفى او في اي حاجه وسيبها شويه كده، تبدا ان هي تصفي كميه الميه اللي انت ضفتيها عليها دي، بحيث ان ما تسيبيش كميه سوائل كبيره في قلب الطعميه. طبعا بقى انا هضرب كل الكميه مع حضراتكم كده زي ما حضراتكم شايفين لحد ما اخلص كل الكميه اللي معايا. انا عملت 4 مرات، يعني عملت 4 كبات، لان الكبه اللي عندي صغيره كده زي ما حضراتكم شايفين.
طبعا بقى انا هقول لحضراتكم كده برضو على طريقه التخزين بتاعتها. انا ببدا احطها في اكياس تلاجة عادي جدا. وببدا ان انا بحط في كل كيس على حسب الكميه اللي انا بستعملها في المره. اطلع مثلا كيس من بالليل كده، احطه على الرخامه، احطه مثلا في التلاجة لحد ما يفك. طبعا ما بضيفش عليه توابل، ما بضيفش عليه اي حاجه. انا يا دوبك يعني مع حضراتكم هنمشي مع بعض كده خطوه خطوه. هبدا ان انا اضربهم كده كلهم مره واحده، وهبدا ان انا اعينهم في الاكياس من غير توابل ومن غير اي حاجه. انا بحب احتفظ بيها بالطريقه دي. انا كنت في الاول يعني بحتفظ بيها اللي هو انقع الفول ده، وابدا ان انا اعبيه في اكياس واعينه في الفريزر، ووقت مثلا ما اجي اعمل الطعميه اطلع الكيس يفك وابدا ان انا اعمل الطعميه والكلام ده. فكان بياخد مني وقت بصراحه، وكنت اوقات بكسل ان انا اعملها. انما الطريقه دي بصراحه جميله جدا جدا. هطلعي الكيس جاهز، هتبداي انك تعمليه على طول. تحضري في فطار، تحضري في رمضان ان شاء الله كده، يعني ربنا يجيبه علينا بالخير والبركه كده يا رب دايما. ويرفع عننا الغلاء والوباء واي حاجه وحشه. يعني تطلعي الكيس كده هيكون سريع معاكي، مش هتقفي في المطبخ كتير. وبصراحه يعني انا من يوم ما جربت الطعميه في البيت انا عمري ما بقيت اشتري عجينه من بره او اشتري طعميه من بره. بصراحه جميله جدا جدا جدا. يعني انتوا لو جربتوها متاكده انها تعجبكم. ما شاء الله بنص كيلو فول مفصص هتعملي كميه محترمه وكميه حلوه جميله جدا جدا. لان طبعا انتوا عارفين ان احنا بنجيب شويه من بره، شويه صغيرين جدا، يعني بيبقوا بمبلغ. فهنرجع هنا بقى تاني للوصفة بتاعتنا. هنا بقى خلاص كان دي اخر كب معايا. خلاص بقى دي كل كمية الفول المفصص اللي معايا. بدأت بقى ان انا اضيف هنا، وهبدأ بقى ان انا اضيف. انا متهيألي كان ايوه التوم كان خلص بقى خلاص، حطيته كله في كل الكبات اللي فاتت دي. بقى بس قطعة البصل، الربع اللي بقى ده من البصلة وشوية الكرات اللي اتفضلوا دول برضو حطيتهم. وهبدأ بقى ان انا اضرب اخر كبة دي. وطبعا بقى بعد ما هضربهم مع بعض هبدأ بقى ان انا اقلب كل اللي في البولة ده مع بعضه كده، بحيث ان كله يندمج مع بعضه. لان مثلا في مرة، اخر مرة دي مثلا انا ما حطيتش فيها توم، في مرة مثلا التوم جه فيها زيادة، مرة التوم جه فيها قليل، الكلام ده. فهبدأ ان انا اضربهم مع بعض تاني كده. فحابه اقولك بس انك لو وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا ومستفيده مني ولو بشيء بسيط، يعني اتمنى انك ما تبخليش عليا باللايك والكومنت الحلو منك والاشتراك في القناه. عشان قناتنا تكبر ووصفاتنا كده ان شاء الله تكون توصل للكل باذن الله. واتمنى ان هي تكون بتعجبكم. لان حلمي ان شاء الله ان قناتي تكبر، وان شاء الله يعني ما فيش حاجه مستحيله. يعني باذن الله ربنا كبير كده، وان شاء الله القناه تكبر بوجودكم وبتشريفكم فيها يعني باذن الله. هنبدا بقى نخلص كل كميه الطعميه اللي معايا هنا كده زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بقى انت بتنعميها كويس جدا بحيث ان هي يعني ما تكونش فيها قطع من الفول المفصص والكلام ده. تبدأ انك تضربيها كويس جدا جدا. هنا بقى خلاص كده خلصت كل الكمية بقى. ودي بقى كانت اخر شوية، دي كانت اخر كبة اسفة انا عملتها. هبدأ ان انا بقى افضيها كده. هفضي بقى كل كمية العجينة اللي معايا هنا دي. وهبدأ بقى ان انا بالسباتيولا اللي معايا كده او بمعلقه او بمضرب اي حاجه متوفره عندك. ابدا بقى انك تقلبهم مع بعض كده من فوق لتحت، بحيث ان كله يمتزج مع بعضه كويس جدا. لان زي ما قلت لحضراتكم في جزء مثلا كان التوم فيه كتير، جزء كان التوم فيه قليل، اخر كبه مثلا ما كانش فيها توم خالص. فانا لازم اقلب كله مع بعضه كده بحيث ان كله يعني يمتزج وكله يبقى يعني كله شكل بعضه كده. انا عايزه اقول لكم ان انا في الوقت ده وانا كنت بقلب العجينه ما شاء الله ريحتها طالعه جميله جدا جدا جدا. يعني انتوا حضراتكم ممكن ما تصدقونيش رغم ان معلهاش توابل معلهاش اي حاجه، بس بصراحه ريحتها جميله جدا. طبعا بقى انا ما ضفتش توابل ما ضفتش اي حاجه. جبت اكياس التلاجة العاديه جدا خالص. بدات بقى ان انا اعبي فيها. انا بحب ان انا اعبي في كل كيس يعني على حسب الكميه اللي انا هستعملها في المره. يعني اجي مثلا اروح جايه مطلعه الكيس زي ما قلت لحضراتكم من بالليل، واسيبه ان هو يفك، واطلعه بقى واحط عليه التوابل بتاعته، احط عليه بهاراته. يعني انا مثلا بطلعه يفك اهو من بالليل، احطه مثلا على الرخامه، احطه في التلاجة، وبعدين اطلعه احطه في طبق وابدا ان انا اضيف عليه التوابل بتاعته. اضيف مثلا ملح وكمون وكزبره، حابه اضيفي شطه دي بيكون على حسب رغبتك انتي. انا دلوقتي هعمل طبق مع حضراتكم، بس هعبي كل الكميه كده زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله يعني النص كيلو عمل معايا يعني كذا كيس هتشوفوه دلوقتي. يعني كان عامل معايا حوالي 8 اكياس. وما شاء الله يعني كمية الكيس الواحد فيه ما شاء الله كمية حلوة محترمة كده. فهبدأ بقى ان انا اعبي كل الكمية كده مع حضراتكم. طبعا بقى الكميه اللي في الاكياس دي بيكون على حسب عدد افراد اسرتك، بيكون على حسب انتوا بتاكلوا مثلا قد ايه. بيكون مثلا طبق اساسي ولا مثلا في حاجه جنبه. طبعا الكميه دي انت بتتحكمي فيها على حسب رغبتك. انا مثلا ببقى عارفه ان الكميه دي هتكفينا مثلا فطار، هتكفينا مثلا في العشاء الكلام ده. انا مثلا بكون مظبطاها على اساس كده. انت طبعا كل ده بيرجع لك بقى انت على حسب عدد افراد اسرتك. بدات بقى اظبط هنا بقى كان اخر كيس معايا، وهبدا بقى ان انا اربط الاكياس كده. ابدا ان انا باخد الطعمية كده زي ما حضراتكم شايفين واحدة واحدة اسويها في قلب الاكياس كده يعني.
انا بسويها بالشكل ده، اظن هو باين قدام حضراتكم. ببدا ان انا مثلا افردها كده في الكيس، وبعدين هبدا بقى ان انا ايه، انا ما بربطش الكيس، يعني انا بتنيه كده زي ما حضراتكم شايفين، وابدا ان انا احطه كده مفرود برضو في الفريزر لحد ما يتجمد، وبعدين ابدا احطه كده في باب الفريزر. يعني الطريقه دي بتخليكي انك مثلا ما بياخدش معاكي مساحه في الفريزر، او مثلا ما بياخدش مكان، يدوبك بس بيكون انت مثلا هو بيتجمد على مستواه ده او على شكله ده، فبتبداي مثلا انك تحطيه بقى في الباب كده، ما بياخدش اي مساحه، ممكن تحطي 3 4 اكياس ورا بعض فما بياخدش مكان. هبدا بقى ان انا اظبط كل الكميه اللي عندي كده زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله، يعني هي عملت معايا 7 اكياس. انا كنت قلت لحضراتكم 8، هي بصراحه عملت معايا 7، دلوقتي ادي 6 اكياس وفي كيس كمان انا هعمله. يعني ما شاء الله الكميه بتاعته حلوه جدا جدا جدا. انا دلوقتي هعمل مع حضراتكم كيس، هتشوفوا هيطلع معايا كميه طعميه، يعني كميه حلوه محترمه جدا. بدأت بقى اظبطهم كده زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بقى هاخده عينه في الفريزر زي ما قلت لكم. وهبدأ بقى ان انا دلوقتي هاخد كيس من الاكياس دي، وهبدأ ان انا اعملها مع حضراتكم. يعني مثلا هعتبر ان انا مثلا خدته فرزته الكلام ده، وهبدأ بقى ان انا اعمله، يعني اعمله معاكم وكده. فانا بقى بطلعه من الفريزر بيفك وبيكون بالشكل ده، طبعا ملهوش اي توابل. ببدأ اضيف عليه بقى ملح وكمون وكزبرة، وشايفين بطرف صوابعي كده، يعني حاجة بسيطة جدا جدا من الكربونات، وعايزة تستغنى عنها مفيش مشكلة. حابه بقى انك تضيفي شطه، حابه تضيفي بابريكا، اي توابل تاني انت حابه تضيفيها مفيش مشكله. بس انا بحب ان انا اضيف ملح وكمون وكزبره بس، ما بحبش ان انا احط توابل كتير يعني زياده عن اللزوم، مش عايزه اغير في طعم الطعميه وكده، فانا بستكفى بدول بس. بضيف بقى التوابل بتاعتي دي، وطبعا كمان لو ما عندكش كربونات انت ممكن تستعملي رشه كده من البيكنج باودر برضو. وبجيب بقى مضرب وبفضل اضرب بقى في العجينه دي، يعني بضرب فيها لحد ما تقول كفايه. يعني بمسكها بقى افضل اضرب 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 فيها كده، واقلبها كل شويه لحد ما الاقي بقى ان ان كميه الطعميه اللي عندي كده تحسيها زادت، وتحسيها يعني نفشت كده وهاشت كده وبقت حلوه. هبدا بقى ان انا اقلبها كده مع حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا قعدت اقلب فيها بقى شويه حلوين كده، وفي الوقت ده كنت حاطه الطاسه على زيت بحيث ان هي تبدا ان هي تسخن. هذا بقى اقلبها كده، شايفين ما شاء الله، يعني انا متهيألي ان هي بدأت تبان ان حجمها بدأ يزيد. الحركة دي بتخلي الطعمية معاكي ما تطلعش مكتومة وما تطلعش يعني ناشفة كده والكلام ده. شايفين ما شاء الله بقى نفشت معانا كده وبقت حلوة. طبعا انت لما بتطلعيها من الفريزر لو عملتيها بتلاقيها مكتومه كده، لا لازم تعملي الحركه دي معاها، تضربيها حلو 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 كده، تبدا ان هي تنفش. حابه انك تضيف عليها بيضه مفيش مشكله. بدات بقى جبت عند الزيت هنا كان سخن بقى، بدات هديت الحراره شويه، وهبدا بقى ان انا اشكل الطعميه وانزل بيها كده في الزيت. وهبدا بقى ان انا طبعا زي ما حضراتكم كلكم شاطرين وعارفين، هبدا بقى ان انا ايه تاخد وش تاخد اسفل لون من وشها، اقلبها على الوش التاني. شايفين انا بوريكم ان هنا دي كل الكميه اللي كانت معايا. شايفين ما شاء الله الكيس عمل معايا كميه حلوه جدا جدا من الطعميه ما شاء الله. يعني شايفين نص كيلو فول عمل لما معانا كميه حلوه. انت ممكن تطلع تشتري الكيس ده من بره مثلا، او الكميه دي من بره تشتريها يعني اقل حاجه 5 6 جنيه. يعني الطعميه دلوقتي بقت بجنيه، يعني الحمد لله، يعني ربنا يلطف بينا كده. فطبعا اعملي الحاجه في بيتك اسهل واضمن وانضف كمان وتوفير، وحاجه بصراحه جميله جدا جدا. انا عايزه اقول لكم ان انا والله من يوم ما جربت الطعميه دي في البيت، انا ما بقيتش اشتري عجينه من بره تاني او اشتري طعميه، دايما انا بعملها في البيت. طبعا بقى ايه خليناها تاخد لون حلو كده، وبدانا بقى خرجناها طبعا على مناديل المطبخ بحيث ان لو فيها اي زيت فيها اي حاجه تبدا ان هي بقى تصفي الزيت اللي فيها. ما شاء الله طالع لونها جميل جدا. شايفين الشكل ما شاء الله، يعني الشكل بيتحدث عن نفسه، الشكل جميل جدا جدا واللون جميل والطعم اجمل واجمل. شايفين الطعميه بتاعتنا بقى بعد ما خرجت ما شاء الله حلوه جدا. هبدا ان انا افتح مع حضراتكم واحده دلوقتي عشان تشوفوا ان شكلها من جوه عامل ازاي. يعني ما شاء الله من جوه هشه جدا ولونها جميل، ولا مكتومه ولا مثلا معجنه من جوه. شايفين اللون وشايفين الشكل من جوه، يعني بصراحه جميله جدا جدا. وهنا واحده كنت عاملاها كوره كده حبيت اوريها لحضراتكم برضو. شايفين من جوه يعني تحسها هشه كده وطيبه، مش مثلا عشان معموله كوره ان هي باظت والكلام ده وتعجن من قلبها. ما شاء الله جميله جدا جدا. يعني بجد جربوا الطعميه بالطريقه دي، انا متاكده مليون في الميه ان هي تعجبكم، لان طريقتها سهله جدا 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 ونتيجتها يعني مضمونه. يعني مش قادره اوصف لكم جمالها ازاي، ولا طعمها ولا حلاوتها ولا نظافتها. يعني ما شاء الله اظن الشكل يتحدث عن نفسه. يعني انا عايزه اقول لكم ان يمكن كمان التصوير مثلا مش مبينها قوي، فانا دلوقتي كمان هطفي الفلاش وكده عشان لحد ما اخليكم تشوفوا لونها على الطبيعه. شايفين ما شاء الله شكلها على الطبيعه جميل جدا 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 جدا. يعني شايفين لونها من جوه من غير فلاش من غير اي حاجه، لونها من جوه حلو قوي. شايفين يعني نافشه كده من جوه وهشه ومش مكتومه ولا مثلا معجنه. بصراحه نتيجتها مضمونه 100%. اتمنى انكم تجربوها بجد، لانها تستاهل بجد انكم تجربوها. ولحد هنا بقى يكون خلص الفيديو بتاعي النهارده وخلصت وصفتي، واسفه لو طولت عليكم. واتمنى يا رب ان الوصفه تكون عجبتكم واستفدتوا منها بشيء بسيط. ولو عجبتكم طبعا ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك في القناه.
واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد ووصفات جديدة من مطبخي، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.